السلام عليكم، عاملين ايه؟ صلوا على رسول الله. اولا دي كيك، هنعمل ان شاء الله كيكه. المقادير بتاعتها 3 بيضات وبيكنج باودر وكوبايه سكر وكوبايه زيت وكوبايتين دقيق وايه وكوبايه لبن، وبنضربهم في بالمضرب اهوتي. دي السكر اهوت والبيض هنتحط. دي المقادير وفانيليا وبس، وكيس فروتو وبس. بنضرب كل دي مع بعضه في الخلاط. وبعد كده هنقوم عاملينه، نخلصه بقى في الخلاط في المضرب اهوت. بعمل بالمضرب، ما بعملش في الخلاط. بدي اللبن اهوت، كوبايه لبن حطيتها واقوم كله خلصه بقى. لما السكر يخلص خالص انا حاطه كوبايه سكر. لما خالص تضرب وتبقى حلوه كريمي، اقوم حيشاها وحاطه بقى ونخله دقيق، كوبايتين دقيق وفانيليا. واقوم نخله الدقيق. الدقيق بنخله مرتين. الدقيق انا بنخل الدقيق مرتين. وبعدين كده هنقوم عاملين بقى ساعة ما اخلصها عجين، اقوم حطها في الصينية وحاطة معلقة خل اهي. واقوم عاملة حامية الفرن يحمى شوية على ما اخلصها. انا حاميها دلوقتي على ما اخلص الكيكة. وبعد كده اقوم عاملاها، حطها بقى في الفرن ان شاء الله. وهتقوم وتخلص بقى الكيكة وخلاص. ونقوم حاطينها، وساعة ما تطلع من الفرن ان شاء الله هوريها لكم وبقولوا رأيكم فيها حلوة ولا وحش. و في المضرب تحت الكيكة شغالة بتاع المضرب بيضرب اهوت عشان السكر يدوب، لان السكر حبيبات ما هوش سكر ناعم يعني. وبعد كده هيقوم عامل بقى وخلاص اخلص في المضرب بقى. اقوم عجناه ضربها بمضرب يدوي. انا بدخل الدقيق اهو مضرب يدوي. انا نخلاه قبل كده والله، هو لازم يتنخل مرتين. وبعد كده هقوم حطها بقى في الطبق، في بتاع الصينية. عكا الصينية شوية زيت، وبعد شوية زيت وحبة دقيق فوق الزيت كده، ولوحهم في الصينية، أملى الصينية خالص. وبعد كده اقوم ان شاء الله مخلصاها عجين بقى وحطها في الفرن في الفرن. لما تحمر بقى وتطلع اقوم اما امسكها بالمضرب اليدوي ان شاء الله. اعملها بالمضرب اليدوي وتخلص بقى. اقوم ساعات نحطها في الفرن هوريها لكم ما تطلع ان شاء الله تشوفوها باذن الله. اهو انا بضربها بالمضرب اهو تاني كده. وبعدين هعملها بقى دي هتحتاج شويه لبن تانيين، هحط لها كمان شويه لبن تانيين. واشوفكم كده في فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك وتعملوا تعليقات بقى وكده عشان القناه تكبر بكم ان شاء الله. ومش عارفه التفاعل بتاعكم ماهوش حلو، ماهوش كتير ليه؟ ما بتتفاعلوش مع القناه ليه ومع الحاجات الفيديوهات اللي انا بنزلها؟ أنا مش عارفه ليه، يعني ايه السبب اللي ما فيش تعليقات كتير ولا تفاعل في القناه خالص؟ مش عارفه ليه ايه السبب. يعني اقفوا معايا لما القناه تشتغل كده وتبدا ينوبكوا يعني. ما فيش فيها حاجه ديت لما تشتركوا في القناه وتفعلوا في الجرس وتعملوا اشتراك. يعني ما فيش فيها حاجه دي. ما فيش حد يخس ما يعمل اشتراك يعني في القناه ويفعل الجرس عشان القناه تكبر بكم. مش عارفه التفعيل بتاعها ليه ما فيش حتى تفاعل ولا. مش عارفه ايه السبب، ليه ايه السبب مش عارفه. واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش تشترك في القناه.